السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم فيديو جديد ولقاء جديد مع حضراتكم مع الأستاذ إبراهيم المنيسي في لقاء ناري أو فيديو ناري بكابتن إبراهيم المنيسي. أول مرة يطلع يتكلم عن التحكيم اللي حصل في مهزلة امبارح في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، وبعد صفح الزمالك اللي طلعت تتكلم على ناصر منسي بيهيج على أي حاجة فيها أهلي وكلام ما يصحش إن إحنا نقوله علشان ده قلة أدب. فقبل ما نبدأ أي حاجة ما تنساش صلاة على حبك النبي، وتدعي لإخواتنا في غزة والسودان وكل الدول العربية إن ربنا يصبر أهلهم ويكون سندا وعونا ليهم إن شاء الله. أما بقى عن المهزلة اللي حصلت امبارح، كل خبراء التحكيم طلعوا قالوا إن الهدف يلغى بالنسبة لنادي الزمالك أو ركلة الجزاء، يعني ساب العرقلة وبس على لمسة اليد وساب التدخل اللي كان ورا اللي واضح زي الشمس. وطبعا احنا عارفين يعني الزمالك بيحب قد ايه محمد عادل هيتعمل له تمثال في نادي الزمالك بعد ان هو يعتزل التحكيم، لان محمد عادل اكبر حكم لازم يعرض لنادي الزمالك، وقدر ان هو يكسب الزمالك امبارح البنك الاهلي. بصراحة كابتن طارق مصطفى مدرب نادي البنك الاهلي عمل لقاء للتاريخ، ودي يعني والكلام اللي حصل في امبارح من محمد عادل، خبراء التحكيم كلهم واولهم توفيق السيد قال ان محمد عادل لازم يبقى عليه عقوبة، وده الصح لان احنا لسه في افتتاحية الدوري وكده البداية غير مبشرة خالص. فين التحكيم؟ فين العدالة؟ انت مش بتطبق عدالة. احنا بنطلب من الحكم بس يدي كل فرقة حقها، ده اللي احنا عايزينه من حكم اللقاء. لكن البداية كده غير مبشرة نهائي، ولكن لازم نادي بنك الأهلي يعمل عقوبة أو يطلب من اتحاد الكورة يبص في اللقاء تاني، ولازم يبقى محمد عادل عليه عقوبة علشان حقهم يرجع ومحمد عادل ده ما يحكمش لهم تاني، ولازم يبعد عن لقاءات الزمالك عموما. ننتقل بقى للنادي الأهلي النهاردة أول جولة أمام نادي سيراميكا كيلوباترا. نادي سيراميكا كيلوباترا فريق قوي، فريق عنيد جدا جدا جدا. بنتمنى النادي الأهلي التوفيق النهاردة، ونتمنى لمحمود بسيوني حكم اللقاء إن هو عايزين بس لكل فرقة حقها مش أكتر من كده، وإن شاء الله يكون محمود بسيوني على قدر هذه المسؤولية. وهنبدأ نعرض مع حضراتكم التشكيل المتوقع عن النادي الأهلي النهاردة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع أكرم توفيق، رامي ربيعة، يوسف أيمن بسبب غياب ياسر إبراهيم للإصابة في ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال أمام نادي العين، إصابة وطلع ونزل مكانه أشرف داري. لكن أشرف داري النهاردة برضه في آلام في الأنكل، فقرروا إن هما يريحوه شوية، وبكده يبقى رباعي خط الدفاع يحيى عطيات الله، يوسف أيمن، رامي ربيعة، وأيضا أكرم توفيق. في خط الوسط إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، ومروان عطية. خط الهجوم طاهر محمد طاهر، أسامة أبو علي، حسين الشحات. وبالتوفيق للنادي الأهلي النهاردة وإن شاء الله يوصل جمهوره. كده أكون نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.